ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. يلا نرسم الصليب مع بعض. بسم الاب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. النهاردة هنتكلم عن القديس العظيم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين. اتولد في قرية اسمها شندويل بمحافظة سوهاج في صعيد مصر سنة 333 ميلاديا من أب وأم مسيحيين، وباباه كان بيشتغل مزارع وكان عندهم غنم كتير، وشنودة كان دايما بيساعد باباه في رعاية الغنم. ولما كان شنودة عنده 10 سنين حب الرعاة اللي هم يا أصحابي بيرعوا الغنم، وكان دايما بيعطف عليهم وبيديهم أكل. وكان شنودة بيصوم لحد غروب الشمس كل يوم، وبعد كده بيرجع لبيته متأخر. لكن في مرة يا أصحابي باباه استغرب جدا وكان بيقول ايه ده؟ هو ايه اللي بيخلي شنودة يرجع متأخر البيت كده؟ وكان قلقان عليه. فباباه راح للرعاة وسألهم هو ليه شنودة ابني بيرجع متأخر كده؟ قالوا له أصل ابنك شنودة كل يوم بعد الشغل بيروح لمكان فاضي وبيقضي وقته كله في الصلاة، وفي مرة احنا شفناه وهو بيصلي وكانت صوابعه منورة زي الشمس. فبابا فرح جدا بكلامهم عن ابنه. وبابا شنودة يا أصحابي قرر إنه ياخد ابنه شنودة معاه ويروحوا يزوروا خال شنودة اللي هو الأنبا بيجول رئيس الدير الأحمر، وده كان راجل قديس جدا جدا. فأول ما وصلوا طلب بابا شنودة من الأنبا بيجول إنه يبارك شنودة. فحصلت حاجة غريبة قوي أصحابي. الأنبا بيجول على طول أخد إيد شنودة وحطها على راسه. إيه ده؟ حاجة غريبة فعلا، بس بتدل إن شنودة ده قديس من هو وصغير. وقال على طول الأنبا بيجول بعد ما عمل كده، قال ده شنودة ابنك هو اللي يباركني عشان هو إناء مختار عند يسوع المسيح. عارفين معنى إناء مختار يعني إيه؟ يعني ربنا مختاره. وفعلا يا أصحابي الأنبا شنودة من صغره كان بيحب بابا يسوع جدا جدا. بعد كده الأنبا بيجول رشم شنودة وبقى شنودة راهب، وكان كل يوم بيسمع كلام خاله الأنبا بيجول، وكان قريب من يسوع المسيح. وفي يوم من الأيام يا أصحابي رهبان الدير سمعوا صوت جاي من السماء بيقول اليوم قد صار الأنبا شنودة رئيسا للمتوحدين. عارفين ليه اسمه رئيس المتوحدين؟ علشان هو أول واحد يا أصحابي أسس نظام الوحدة، اللي هي بيكون الراهب بعيد عن كل الناس وقاعد في مكان لوحده خالص وبيفضل يصلي لربنا. وبعد فترة يا أصحابي اتنيح الأنبا بيجول خال الأنبا شنودة، وكل الرهبان يا أصحابي اللي في الدير اختاروا الأنبا شنودة إنه يكون رئيس الدير من بعد الأنبا بيجول. وبعد كده يا أصحابي الأنبا شنودة أسس مدرستين في الدير، وكان الأنبا شنودة بيحب كل الناس وكان بيساعد المحتاجين، وعمل مدارس كتيرة في القرى. واهتم الأنبا شنودة باللغة القبطية اللي هي كانت اللغة المصرية القديمة. وفي يوم من الأيام يا أصحابي هجم لصوص على بيوت كل الشعب وسرقوا كل أملاكهم، وعلى طول الأنبا شنودة لما عرف كده عطف عليهم واستضافهم في ديره لمدة 3 شهور، وكان بيعالجهم وبيأكلهم وبيشرح لهم قصص الكتاب المقدس وكان بيهتم بيهم. وقبل ما يتنيح الأنبا شنودة بفترة ووصى تلميذه اللي هو اسمه ويصة إنه يرعى الرهبان. وكان عدد الرهبان يا أصحابي 2200 راهب، وكان عدد الراهبات 1800 راهبة. وبعد كده اتنيح الأنبا شنودة رئيس المتوحدين في يوم 7 أبيب وكان عنده 118 سنة. ياريت كلنا يا أصحابي نتعلم من الأنبا شنودة رئيس المتوحدين إننا نكون دايما قريبين من بابا يسوع ودايما نساعد المحتاجين. الآية كونوا قديسين لأني أنا قدوس. الشاهد رسالة بطرس الأولى 1:16. يا أصحابي يلا اعملوا لايك للفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من أصحابكم، وكمان تابعوني أنا على طول هنزل لكم قصص جديدة ومختلفة. نتقابل في قصة جديدة. باي باي.